مرتزق المحتلين، لكن برضه بلاك ادم مش بيهتم لكلامهم وبيسيبهم وبيمشي، وبيخرج امون وراه بيحاول يدور على طريقه تخلي ادم يشوف الذل والعبوديه اللي هم عايشين فيها، لحد ما بيجيله فكره عبقريه وهي انه بيتعمد يستفز ضابط المرور ويخرجه عن شعوره، عشان اكيد الضابط هيتعامل معاه بعدوانيه كالعاده. وفعلا الضابط بيتعامل مع امون بعدوانيه شديده جدا. وفي اللحظه دي بيكون ادم واقف قدام التمثال بتاعه وهو حزين جدا وكانه بيلوم نفسه على شيء ما، وبيشوف ادم كل اللي بيحصل من فوق وبينزل وبيواجه الضابط وبيموته. وبعد ثواني معدوده بتحاصر الشرطه من جميع الاتجاهات، وبنشوف واحد اسمه كاتريك رئيس جمعيه فريق العداله، وبنعرف ان فريق العداله هي مجموعه من 4 اشخاص بيتمتعوا بقوه خارقه وبيساعدوا الناس وبيحاربوا الظلم والشر. ولما بيعرف كاتريك عن اللي حصل في الكهف وخروج بلاك ادم من قبره بيجمع الفريق وبيتحركوا بسرعه بالسفينه بتاعتهم على مدينه كهندر. وفي لحظه وصولهم للمدينه بيشوفوا ادم وهو بيضرب 2 شرطيين وبيرميهم من ارتفاع عالي جدا، وبينزل كاتريك بسرعه من السفينه وبينقذ الشرطيين قبل ما يقعوا على الارض ويموت. وبعد كده بيتكلم